صباح الخير. الحين قبل أذان الفجر، في قصة مرت في بالي قبل فترة قريبة ما هيش بعيدة نهائيا، من واحد فاعل خير. الذي يحب يفعل الخير هو شخصيا هو عارف كيف عمل الخير، هو عارف كيف عمل الخير. اللي يحب يعمل الخير لا يتنمر على الناس، حتى كلامي إذا ما عجبوش عادي طبيعي جدا. لغتي، لهجتي، هذه مفردات الذي تعلمتها منذ الطفولة، ولكن احنا نتكلم في عمل الخير. عمل الخير، أنا لما أصير أعمل خير أنا أدرى. احنا مسلمين تربينا على الفطرة الإسلامية. أنا أنت أي واحد يشتي يعمل خير هو عارف إيش طريقة عمل الخير، هو يعرف كيف عمل الخير، هو يعرف ما هي قواعد وأسس عمل الخير. بالأمانة أحد الزملاء كان في عنده واحد جار له، الله يستر عليه، جاره يعني متعب جدا، حالته المادية تحت الصفر، ما يمتلك قيمة حبة زبادي، ولكنها أخذته العفة والعزة. هذول الذين لن يسألوا الناس شيئا، أخذته العفة والعزة، لن يستطيع يمد يده للناس أو يتكلم أو يقول أعطوني أو أنا حالتي سيئة أو شيء. في أحد الجيران، هذا الصديق الذي أذكره أنا الحين، أحد الزملاء موجود في صفحات التواصل الاجتماعي، ويمكن أنه يلاحظني ويتابع البث الآن. عمل منشور على ما أظن، على ما أتذكر، ما أدري أنه اتصل علي خاص أو عمل منشور، ولكن أنا على ما أظن أنه عمل منشور. السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي الكرام أعزائي. عندي حالة كذا كذا كذا، في أحد الأخوان حالته مستعصية، زوجته حامل ولها 3 أيام تتولد في البيت، ولن استطاعت أن هي تلقى المخاض لظروفها الصعبة. الولادة تعثرت عندها تماما، والرجل في حالة يرثالها، لا يمتلك قيمة حبة زبادي. أرجو منكم الذي بيفعل خير يأتيني خاص، أعطيه عنوان الرجل وبيته ومنزله ورقم جواله. هذا هو فعل الخير، هذا هو فعل الخير. مش إنك تصور لي واحد بالشارع مجهول الهوية، تصور لي واحد بالشارع مجهول الهوية والحوالة تجي لعندك، وحوالة ورا حوالة ورا حوالة، وهذا المسكين اللي في الشارع قسما بالله بعض الأحيان ما توصل عنده شيء، وإن وصلت توصل عنده رسالة واحدة والباقيات تأكلها. خلينا نكون أكثر شفافية. هذا الأكثر فاعلين الخير عشان ما أظلم أحد، البعض منهم. فاتصلت على أنا، قلت له حياك الله يا أخ فلان، كيف حالك وإيش القصة؟ قال يا أخي القصة كذا كذا كذا، عندي جاري تاعب، زوجته في حالة ولاد، لها 3 أيام تتعذب من الولاد، وقد يتفارق الموت، قد خلاص على آخر رمق عندها، وحالتها متعسرة في الولادة، وظروف الرجل صعبة جدا سيئة إلى أبعد حد، لا يمتلك قيمة حبة زبادي. قلت له أبشر بساعدك ولا يهمك، شيلها المستشفى. قال يا علي طلبوا في المستشفى مبلغ كبير. قلت روح شيلها المستشفى. أنا أتكلم وهذا الرجل يسمعني على ما أظن في اللايف، على ما أظنه موجود في اللايف، وإذا ما لم يكن موجود سيدخل يشوف اللايف. قلت له روح شيلها المستشفى. قال يا علي طلبوا مبلغ والرجال ظروفه سيئة جدا. قلت روح شيلها المستشفى على طول مباشرة، يفكوا لها عملية. قال طلبوا مبلغ حوالي 250 أو 300 ألف. قلت 500 ألف، روح شيلها المستشفى الآن أخي. جي واتصلت لأخي إلى صنعاء مباشرة.